شوف التعامل بين، أولا هذا التعامل لازم يصير جدا دقيق مع الإعلامي، والإعلامي هم يصير جدا ذكي بالتعامل مع السياسي. مو هو خادم عند السياسي، مو هو إذا يجي يسوي لي مقابلة أعطيه 200 و300 ألف دينار ويروح، زين، مو أشتري. الإعلامي ما ينشره، لازم ما له ثمن أصلا. وبعدين المهمة الكبرى عندكم أن توعي هذا عند الناس، يعني نكون نوقف هاي بعد اللي موقفين المنشآت 10 منشآت بالباب ويقولوا لهم السيد قال انتخبوا فلان، أو الشيخ أو الحج قال انتخبوا فلان. مو نكون نوقفها لهاي، يكون هاي عيب بعد تصير. شلون هاي تصير عيب؟ عندما نوعي الناس، مو نوعيهم، من توعى بعد ما حد يقدر يلغي إرادته، لأنه فرق الإنسان عن أي مخلوق آخر شنو؟ الإرادة. الإرادة، أنا أريد أن أفعل هذا أو لا أريد أن أفعل هذا، هاي الإرادة. غيرنا من الكائنات ما عندهم هاي الإرادة، لا الملائكة عندهم هيك إرادة، لا الحيوانات هيك عندهم إرادة، ما عندهم إرادة، مسيرين. فلذلك هي الأمانة اللي يقولها بالقرآن، أتعلم من الخطأ وأصلح وأمشي. فلذلك إخواني أخواتي، الإعلام رسالته جدا مهمة. وأنا أصور الإعلام مو أنتم شو تسمونه السلطة الرابعة؟ أنا أسميه السلطة الأولى حقيقة. أنا أسميه نعم أحسنت، لأنه هو الذي يصنع السلطات الثلاثة الأخرى.